عمرك حلمت إنك تسافر بره وتتعلم في جامعة عالمية من غير ما تدفع مبالغ ضخمة؟ المنح الدراسية مش حلم بعيد، لكن ليها شروط ومتطلبات لازم تعرفها. في الفيديو ده هقولك كل حاجة بالتفصيل وبطريقة علمية تخليك تبدأ من النهاردة. الفيديو ده مهم جدا لأي طالب أو خريج عايز يقدم على منحة، سواء ماجستير، دكتوراه، أو حتى بكالوريوس. هنمشي خطوة خطوة ونتكلم عن اللغة والمعدل والأوراق المطلوبة منك والخطاب الشخصي وكل الحاجات دي. وكمان هقولك كل الأخطاء أو أهم الأخطاء اللي الناس بتقع فيها. بالنسبة لأول حاجة وهي اللغة، أغلب المنح بتطلب منك إثبات إنك تقدر تدرس بالإنجليزية، وعلشان كده بيبقى مطلوب منك امتحان. الامتحان ده بيثبت قدرتك إن أنت تدرس بالإنجليزية خلال المنحة. وأشهر امتحانين موجودين هو الآيلتس والتوفل، والدرجات بتاعتهم بتختلف في معظم الجامعات. في جامعات بتطلب ايلتس من 6 ل6.5، وتوفل من 80 ل90، وفي جامعات بتطلب اعلى من كده، وفي جامعات بتطلب اقل من كده. فانت بتشوف على حسب الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها. وللعلم في بعض المنح الحديثة بقت تقبل بدولينجو انجلش تيست، لانه اونلاين وسهل بعيدا عن الايلتس والتوفل. يعني مثلا منح تركيا الحكومية بتقبل الايلتس او توفل، والمانيا احيانا بتقبل شهادة دراسية سابقة بالانجليزية بدل الامتحان. وعلشان تقدر تجيب درجة كويسة تأهلك للمنح دي، لازم تبدأ مذاكرة بدري، على الأقل من 3 ل 6 شهور قبل التقديم. ومش لازم خالص تاخد كورس في الايلتس والتوفل علشان تقدر تجيب درجة عالية، بل ممكن تذاكر لوحدك من مصادر مجانية كتير موجودة، وتقدر تجيب درجة عالية من خلالها. بالنسبة لتاني حاجة وهو المعدل الأكاديمي أو الجي بي اي، معظم المنح بتشترط إن الجي بي اي بتاعك ما يقلش عن 3، أو يكون بين 3 و4 اللي هو جيد جدا أو فوق 80%. في بعض المنح بتقبل بجي بي اي جيد أو اللي هو تحت 3، بس ده لو عندك اكتيفيتيز اكتر والبيرسونال ستيتمنت بتاعتك قويه. فلو انت لسه طالب، ركز على المواد الاساسيه بتاعتك وارفع الجي بي اي بتاعك. ولو متخرج والجي بي اي بتاعك مش عالي، عوض ده بالاكتيفيتيز والاعمال التطوعيه الكتير. ده هيحسن من السي في بتاعك او الريزم بتاعك، احسن من انك تدخل بجي بي اي قليل، وكمان ان الانشطه بتاعتك تكون قليله. فلازم بتعوض ده بده. يعني مفيش مثلا ان انت لازم تكون جايب في كل حاجه تكون بيرفكت، لا. لو انت تعرف تخلي كل حاجه بيرفكت فانت كده تمام. لو مش عارف تخلي كل حاجه بيرفكت او في حاجه فاتتك، فخلاص عوضها، ولسه عندك فرصه ان انت تقبل في منحه. والجي بي اي بتاعك مش كل حاجه. في طلاب كتير الجي بي اي بتاعهم بيبقى 4، يعني جايبين اعلى جي بي اي، بس مش بيتقبلوا في منح. وفي ناس كتير الجي بي اي بتاعهم بيبقى متوسط لكن بياخدوا منح بسبب الاكتيفيتيز بتاعتهم، وده اللي الجامعه بتركز عليه. المنح مش بس درجات، بل بيهتموا جدا بالأنشطة الطلابية، زي التطوع بقى والمؤتمرات والأبحاث والمسابقات والكورسات وكل الحاجات دي. وده بيبين إنك شخص نشيط وبتضيف قيمة للمجتمع. في طلاب بيشاركوا في مشروعات تطوعية مثلا لتعليم الأطفال، وده بيساعد إنك تجيب منحة. وفي طلاب تانيين بيعملوا أبحاث علمية بسيطة سواء في المدرسة أو في الجامعة، وبتكتب عن ده في السي في بتاعك، وده بيكون نقطة قوة بتفرق جدا. فابدأ من دلوقتي في أي نشاط بسيط أو أي كورس حتى مجاني، ده بيضيف للبروفايل بتاعك أو الريزم بتاعك. وشارك في جمعيات طلابية أو مسابقات علمية كتير. ودلوقتي هنتكلم عن أهم ورقة موجودة في البروفايل بتاعك، وده اللي بيفرق بينك وبين باقي المتقدمين على المنحة، وهي الموتيفيشن ليتر او البيرسونال ستيتمنت. البيرسونال ستيتمنت بتكون بخلاصة كده هي انت ليه اخترت المنحة دي. بتكتب ليه اخترت التخصص ده والمنحة دي بالذات، وايه هي خططك المستقبلية، وازاي المنحة دي هتقدر تخليك تحقق اهدافك وتفيد بلدك. وبتكتب امثلة حقيقية من حياتك تثبت كلامك على الحاجات اللي انت كتبتها. وبتكتب لهم بقى كل حاجة انت عايز تعملها او عايز تستفيد بيها من المنحة دي. وعلشان ما تخليش الدنيا تبوظ منك، خليك صادق جدا وانت بتكتب البيرسونال ستيتمنت، لان اللجنة اللي بتقيم البيرسونال ستيتمنت بتاعتك
بتكون لجنة متميزة جدا، وبتعرف تميز الكلام المنسوخ، وكمان بتعرف تميز لو حد كتب لك البيرسونال ستيتمنت بتاعتك، وبتعرف تميز كل حاجة حرفيا. فانت خليك صادق جدا وانت بتكتب البيرسونال ستيتمنت، وبعدين عدل عليها بقى بعد كده لو في حاجة انضافت، او حاسس ان في حاجة، لو حاسس ان في حاجة انت كتبتها بطريقة مبالغ فيها، وخلي حد يراجعها لك لغويا بعد ما تخلص. ودلوقتي سريعا كده هنقول كل الأخطاء الشائعة اللي احنا قلناها خلال الفيديو علشان تخليك فاكرها. وهي إنك ما تأجلش تحضير لآخر لحظة، لأن أنا غلطت الغلطة دي واتأخرت لآخر لحظة، وبالتالي ملحقتش أحضر. وكمان ما تنسخش الموتيفيشن ليتر أو البيرسونال ستيتمنت بتاعتك من النت أو من أي مصدر تاني، وما تخليش الذكاء الاصطناعي أو ال AI يساعدك فيه، لأن بيبقى باين جدا واللجنة هتقدر تميزه. وكمان ما تهملش التدقيق اللغوي بعد ما تخلص البيرسونال ستيتمنت بتاعتك، علشان تبان انك شخص مثقف وفاهم انت كاتب ايه. وكمان لما تبعت الاوراق المطلوبة منك ما تبعتهاش ناقصة، لان ده بيكون سبب اولي او مبدئي انك تترفض في المنحة. يعني بيبص على الاوراق المطلوبة منك اللي طلبوها منك كلها، لو لقوا في حاجة ناقصة ولو كانت بسيطة حتى بيلغوا الابليكيشن بتاعك كله. فانت بتترفض من قبل حتى ما يبصوا انت عملت ايه. فانت بقى بتتعب نفسك في حاجات كتير، وتبعت حاجة ناقصة فهيخليهم يرفضوك. فابدأ بدري زي ما قلنا، وهتلاقي مصادر الحاجات اللي احنا قلنا عليها طول الفيديو موجودة تحت في الديسكريبشن. ولو عايزين فيديوهات تفصيلية عن كل حاجة ازاي تحضرها وتجهز ليها قولولي في الكومنتات. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، وما تنساش تفعل الجرس علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة.